السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مطبخ التوأم. كنتمنىكم اخواتي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم طبيلة للغوتي متنوعة بافكار بسيطة وسهلة اقتصادية، والاهم من هذا الشيء هذا كله انهم بدون فرن بالنسبة للاخوات اللي ما عندهمش الفران او حتى اللي خسر لهم الفران. كنتمنى اخواتي يعجبكم هذا الفيديو وهذه الوصفات، وكنتمنى تجربوهم وتكتبوها لي تحت في التعاليق. لاول مره كتشاهد القناه كنقول لك اختي مرحبا والف مرحبا. كنتمنى يعجبك المحتوى ديالي وتشتركي في القناه فضلا وليس امرا باش يوصلك كل ما هو جديد. دابا بسم الله على بركه الله غادي نمر نشارك معكم هذه الوصفه ديال الميني كيك في المقلاة. خديت واحد الاناء وغادي نكسر فيه بيضه متوسطه في الحجم وتكون بحراره الغرفه. غادي نزيد نصف كاس من السكر حبيبات سنيده، رشه ديال الملحه. غادي نخلط هذا البيض مع السكر واحد شويه، وغادي نضيف نصف كاس من الزيت النباتيه. بالنسبه للعبار ديال هذا الكاس هو 150 مليلتر. بعد ما كنخلط الزيت مع السكر والبيض غادي نضيف نصف كاس من الحليب كامل الدسم حتى هو يكون من بحراره الغرفه باش كينجحوا لينا هاد لي ميني كيك. من بعد غادي نخلطو، غادي نضيف الفانيلا السائله، تقدروا تعوضوها بالسكر فانيلا او لا بالقشور ديال البرتقال، كيبقى لكم الاختيار في التنسيم. غادي نضيف هنا نصف كاس من الكاكاو المر اللي غادي نغربلو، وغادي نخلط الخليط حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم. خديت هنا كأس من الدقيق، غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، وغادي نغربلهم ونضيفهم على الخليط. نبقى نحرك فيه ولا نخلط فيه حتى يندمجوا مع بعضياتهم وكيصبح الخليط جاهز للطهي. يعني الخليط ديال الكيك كيكون معروف، كيكون ما ثقيل ما خفيف، كيكون بهذا الشكل هذا. خديت هنا هاد القوالب هادو هما اللي غادي نطيب فيهم هاد الميني كيك. تقدروا تخدموا غير بالفناجن ديال القهوه اللي كتشربوا فيهم القهوه، دهنوهم بشويه ديال الزبده ولا شويه ديال الزيت. انا خديت هاد القوالب هادو اللي كنطيب فيهم الفلان يعني في الفران، هما اللي غنطيب فيهم هاد الميني كيك. غادي نوضع ثلثين في وسط هاد القالب ونخلي الثلث فاش يتنفخوا هاد الميني كيك. خرجوا لي 6 ديال الوحدات من هاد الميني كيك. اذا كان غادي تخدموهم في الفناجن اللي كيكونوا صغار يقدروا يخرجوا لكم حتى 7 ديال الميني كيك. من بعد خديت الحبيبه ديال الشكلاط غادي نوضعهم من الفوق. يعني هذه مجرد اضافه، اذا بغيتوا ما تضيفوهمش كيبقى لكم الاختيار. خديت انا واحد الطنجره اولا واحد، انا عندي واحد المقلاة عندي غرقه واحد شويه وضعت فيها الماء المغلي. ديك الماء المغلي خصهم يوصلوا للربع ديال هاد القوالب هادو. من بعد خديت واحد المنديل غادي نغطي هاد الطنجره ولا المقلاة بالمنديل ونوضع عليها الغطاء. من بعد نقلب ديك الجوانب على الغطاء وغادي نخلي هاد الميني كيك يطيبوا على نار تكون مهيله. انا خداو لي تقريبا 25 دقيقه. المهم كندخلوا فيهم واحد كوردو او السكين، اذا خرج نقي كيكون يعني طايب صافي. اذا لقيتوه يعني ما خرج لكمش نقي فغادي تزيدوا له واحد 5 دقائق. بالنسبه علاش ضفت غطيت هذا الميني كيك بالمنديل، هذاك المنديل هو اللي كيتشرب ديك البخار اللي كيطلع من ديك الماء المغلي باش ما كيرجعش الميني كيك وما ما كيفزقوش من الفوق. صافي اما غادي يعني غادي تقدموهم في القوالب ديالهم واما غادي تحيدوهم من القوالب. انا حيدتهم، رشيت عليهم واحد شويه ديال السكر ثقيل ولا سكر كلاصي، وفي الاخر راه مشى كامل داب كامل. المهم مجرد اضافه. تقدروا تاخذوا صوص شوكولا وتضيفوها من الفوق اولا كراميل، تشكلوا منهم خطوط من الفوق، يبقى لكم الاختيار في التزيين. انا هنا قطعته باش تشوفوا من داخل كيفاش كيجي روعه، كيجي هشيش. الصراحه كيدوب في اليد قبل الفم. هاد الميني كيك ضروري تجربوه باش تعرفوني على ما كنتكلم، كيجي ولا اروع وغادي يبغيوه الوليدات بزاف بزاف. دابا غادي نمروا نحضر معكم فطائر بالتفاح في المقلاة، حتى هما كيجيو من اروع ما يكون. غادي نحتاجو هنا في المكونات، غادي نكسر بيضه وتكون متوسطه وبحراره الغرفه،
وغادي نضيف عليها 3 ديال المعالق كبار من السكر، تقريبا نصف كأس من السكر. وغادي نضيف 4 ديال المعالق كبار من الزيت النباتية، ما يعادل تقريبا نصف كأس. وغادي نضيف 10 ديال المعالق كبار من الحليب، ما يعادل نصف كأس. بالنسبة للأخوات اللي بغاو المكونات بالملعقة وبالكاس. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يندمجوا. غادي نضيف الفانيلا السائله، تقدروا تعوضوها بالسكر فانيلا، يعني التنسيم كيبقى على حسب الرغبه. رشه ديال الملحه، نحرك واحد شويه. وغادي نضيف كأس عامر من الدقيق الابيض عندي لجميع الاستعمالات. وغادي نضيف ملعقه صغيره عامره من خميره الحلويات او البيكين باودر، وغادي نغربلهم ونضيفهم على الخليط. وغادي نخلط مزيان مزيان بالطرب اليدوي. وفي الاخير غادي نضيف ملعقه صغيره من الخل، وغادي نخلط. صافي هو الخليط اصبح جاهز يعني للطهي. غنخليه جانبا. احتاجيت هنا 2 تفاحات. انا عندي هذا النوع ديال التفاح، اذا عندكم ديك التفاح اللي كيكون صفر من الاحسن. انا ماشي متوفر عندي غير هاد الحمراء ولا هاد، المهم اللي عندي متوفر هو اللي خدمت به هاد الوصفه. قشرته من بعد قطعته الى دوائر، وغادي نحيد لهم الوسط. واما تحيدوهم بالاله الخاصه اللي كتكون ديال التفاح، او لا باي اله عندكم او لا اداه عندكم في المطبخ، او لا غير بالسكين تحيدوا له ديك الوسط. خديت هنا 2 ملاعق كبار من السكر، ضفت عليهم السكر فانيلا. غادي نخلطهم وغادي نفند فيهم الوجه، وغير واحد الوجه ديال التفاح بهذا الشكل هذا، ونخليه جانبا. وغادي نمر نطيب هاد الفطائر. خديت هاد المقلاة هذه اللي عندها 4 الوجوه، كيقولوا لهم 4 الوجوه، كاين ديال 7. المهم اللي عندكم خدموا به، واخا تاخذوا غير المقلاة العاديه وطيبوا فيهم هاد الفطائر. غادي ناخذ هاد الدوائر ديال التفاح اللي فندتهم في السكر، هما اللي غادي نوضعهم مباشره في المقلاة. وعندي مدهونه بشويه ديال الزبده، وغادي نوضع عليهم ملعقه من الخليط، وغادي نحاول نمشيه في الجوانب باش يهبط معاهم في الجناب. كنخليهم يطيبوا من التحت ويتحمروا واحد شويه، وكنقلبهم باش كيكملوا الطياب ديالهم. وكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الخليط والتفاح اللي عندي. تبارك الله كيخرجوا الخير والبركه. من بعد ملي كنكمل الطياب ديالهم، كنبدا نزين فيهم. التزيين كيبقى اختياري. انا خديت هنا غير شويه ديال الناباج، سخنته فوق النار، وغادي ندهن بهم الوجه ديال هاد الفطائر هادو. غادي نزينهم بالقليل من اللوز. عندي هنا اللوز كونكاسي اللي حمرته واحد شويه، وغادي نزينهم في الجناب، غير في الجناب باش يبانوا لي في الوسط بان مخدومين هاد الفطائر بالتفاح. وكنقدموهم بالصحه والراحه، كيجيو رطبين، كيجيو ولا اروع، والمذاق ما نعاود لكمش. كنتمنى حتى همايا تجربوهم. ودابا غادي نمروا للوصفه الثالثه والاخيره، وحتى هي اقتصاديه وسهله في التحضير. وغادي تكون عباره عن ميني بيتزا سائله، حتى هي في المقلاة، يعني بواحد الحشوه اللي اقتصاديه وغادي يعجبوكم بزاف. غادي نحتاج في الحشوه، عندي هنا الفلافل الملونه، عندي الصفراء وشويه من الخضراء والحمراء اللي مقطعين مكعبات صغيره. عندي واحد بصله صغيره مقطعه مكعبات. بالنسبه للتوابل عندي الفلفل الاسود، الكركم او الخرقوم البلدي، عندي السكنجبير او الزنجبيل، وعندي الفلفله حمراء البابريكا. غادي نحتاج هنا شويه ديال الملحه ضفت عليهم، وزيت الزيتون او زيت النباتيه على حسب الرغبه. غادي نوضعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى يتشحروا واحد شويه، ونحاولوا نخليو هاد الخضر ما تنزلش بزاف. كل ما بقات شاده في راسها كتجي بنينه. من بعد ما كتقلى ولا تشحرت، غادي ننزل هاد المقلاة ونخليها حتى تبرد. بالنسبه للعجين، احتاجيت هنا كأس من
الماء الدافي. بالنسبه للعبار ديال هذا الكاس هو 200 مليلتر. ضفت ملعقه كبيره من الحليب بودره، الملحه، ملعقه صغيره من السكر حبيبات، ملعقه صغيره من الخميره الفوريه، تقدروا تعوضوها بالمعجونه، وعندي هنا رشه من الزعتر المطحون، ملعقه كبيره من زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بالزيت النباتيه اذا ما كتبغيوش زيت الزيتون. غادي نخلط وغادي نضيف هنا الكأس الاول من الدقيق اللي عندي مغربل من طبيعه الحال، وغادي نضيف كأس الا ربع من الكأس الثاني، يعني في المجموع 2 كؤوس الا ربع. غادي نخلطو مزيان وغادي نطحنو بواحد الطحنه الكهربائيه. صافي دابا ولات جاهزه باش نطيبوا هاد الميني بيتزا. خديت انا واحد المقلاة دهنتها بشويه ديال الزبده، وغادي نوضع فيها واحد المقدار من العجين. انا هاد المقلاة عندي متوسطه، اذا كانت عندكم مقلاة كبيره فغادي تقدروا تطيبوا حتى الأربعة او خمسة. انا طيبت فيها غير ثلاثة، ولكن دغيا كملتهم، يعني ما خداوليش بزاف ديال الوقت. كنفرا واحد المقدار ونخليهم يشدوا غير في راسهم، من بعد نقلبهم وغادي ندهن واحد شويه ديال لاصوص من الفوق. هذه لاصوص غير جاهزه، يعني ماشي صايبتها في الدار. وغادي نوضع عليها الحشوه، والحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا تضيفوا اضافات، تقدروا تعملوا حشوه بالكفته يعني اللحم المفروم او لا بالاسماك، او لا تقدروا يعني تعملوا غير الخضر بوحدهم. انا عملت هنا هاد الخضر وضفت عليهم واحد شويه ديال السوريمي والطون المعلب اللي صفيته من الزيت ديالو. غادي نرش عليهم الجبن الموزاريلا من الفوق وشويه ديال الزعتر المحكوك، تقدروا تضيفوا الزيتون الاسود او الاخضر مقطع دوائر. وغادي نغطي هاد المقلاة بواحد الغطاء باش كيرجع ليهم الحراره وكيذوب ديك الجبن. وضروري تكون مقلاة على نار خفيفه بزاف، يعني مهيله، باش ما كتحرق ليناش العجينه من التحت. وكنقدموهم بالصحه والراحه. ملي تخرجوا ديك الميني بيتزا وضعوهم على واحد الشبكه باش ما يتندوش من التحت وما يفزقوش، يعني حيت ديك البخار ديالهم كيبقى يرجع ليهم. كنتمنى اخواتي يكونوا عجبكم هاد الاقتراحات ولا هاد الوصفات اللي وجدتو معكم بدون فرن. كيف ما كتلاحظوا في المتناول، سهلين في التحضير وكيجيو بنان، يعني كتقدروا توجدوهم في اخر لحظه او في رمشه عين وبدون مجهود. كنتمنى يكونوا عجبوكم، كنتمنى ينالوا استحسانكم، وشكرا على حسن المتابعه والتتبع. وما تنسونيش مصالح دعواتكم واحد اللايك غير من باب التشجيع. خليت لكم الراحه في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.